مساء الخير لكل متابعي الكرام في ليلة رمضانية. هذا الفضاء الجميل هنا بمدينة القنيطرة الذي عودنا دائما على العديد من الفقرات الفنية. بعد لحظات ستعرض مسرحية من المسرحيات المتميزة على مستوى المملكة المغربية، وبدأت تصل الجماهير الذواقة، جماهير الثقافية ذات البعد والحس الإنساني بحضورها. ستعطي انطلاقة هذا العرض المسرحي الذي سنقوم بربطه أيضا من بين الحضور البارز عدد من الأسماء أبناء مدينة القنيطرة، والأمر أيضا يتعلق بالفارسة أمال الحمري. هي من البطلات الوازنات على مستوى المملكة المغربية. حضورها اليوم تعطي قيمة وضيف. ستتابعون معي هذه اللقطات. إذن بالفعل تعتبر البطلة والفارسة أمال الحمري من البطلات الوازنات على مستوى المملكة المغربية، اللي أعطت إشراقتها على مستوى حضورها الوازن ومشاركتها في جانب الفروسية. هذه المرأة اللي بدأت البداية ديالها بمدينة القنيطرة وحلقت عاليا على مستوى المملكة المغربية، اليوم تعتبر من البطلات الوازنات. وحضورها اليوم في هذه الليلة الرمضانية أيضا بوسط هذا الحضور الجماهيري تعطينا واحد الدفء خاص، فتحية لهذه المرأة المتميزة. طيب، شرف لي استضافة الفارسة ديالنا والبطلة المتألقة في جانب التبوريضة والفروسية، أول مرأة اللي دارت واحد الفرقة ديال التبوريضة، ولكن الحمد لله استمرت اليوم. أولا مرحبا بك عبر قناتنا، ورمضان مبارك سعيد. رمضان مبارك سعيد وشكرا ومرحبا بيا اليوم. يعني هذا انا راه في داري. ديجا تكرمت هنايا هذه ايام، وكنحضر ديما هنايا المسرحيات، ويعني هذا كيشرفنا وكيشرف مدينة القنيطرة، والتواجد ديالي فهو شرف ليا، وشكرا لكم وتكبرتوا بيا. بارك الله فيكم. باقي التبوريضة بعد؟ اكيد باقي التبوريضة في منتديات وملتقيات. اكيد مازال تبوريضة، مازال الفن تبوريضة، مازال اي حاجة عندها علاقة بتبوريضة فهي مازال الخيول، مازال كل شيء. داك العشق ديال الخيل مازال من شحال هذه باقي لدابا. كنتي صغيره. تبارك الله عليك، الحمد لله دائما متالقه. الحمد لله. وشرف القنيطره تمثيليتك بارك الله فيك. هذا، وايضا تمثيليه المراه المشرفه. باقا ديك الصربه ديال البنات، مازال الصربه، مازال الفيرما عامره بالخير، كل شيء مازال اللوجيستيك كل شيء. ديجا حنايا يعني عاد كنا في مهرجان. نعم. وسدينا حنا هي الصربه الفريسات اللي سدات قبل كورونا وفتحات من بعد كورونا. يعني عبر مجموعه من القنوات. وشرف القنيطره. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لزميلي احمد الحيان في التصوير والاخراج. بارك الله فيكم. شكرا. 60 عام راه ماشي سهله. انا ما سمعت سيره الايام ديال الفلوس ساويه الثمن. كثير الشيله كانت عامره بالمشاكل. أصير ادعوا لي. أترى كيعرف الناس اللي ولا بد منهم. كنعرف حسين ابنين، مصطفى العلوي، حسينة ومن لا يعرفه. سير ادعوا لي. والله ما نحل بالله، والله ما نحل. تيقول لي رياصي سيروا ادعوا لي. ما تدعوني وما خصني كاين في البلاد. وسيروا بحالكم ولا ما تمشيوش بقاو تما جالسين. ما تخممش الفرنسيس الكفاره بالله راه غادي يمشي بحالهم. دابا انت في عهد الحريه والتحرير، البلاد وريح البلاد وتراب البلاد تحرر. ما تخممش في ايامك غادي ترجع البلاد جنه خضراء، والجدر المغروس في الارض يغوص ما ينخرسوس. ما تخممش تكبر وتعرش، تحكي على عسكر اليوطي وخوفيه مسيبه وزمن القهره. ما تخممش يكفي الراديو قالوا نترحبوا على قبر الشهيد، نسعدوك ونسعدوا اليتيم، ونشربوا البلاد، نبنيو المعامل وندشنوا السكاول. وانت والناس وكل شيء قرا. العدل الحق والحق فيه كي الراجل
كلمة ما تخممش ما تخممش يا ولدي يا حميد ما تخممش. خليتك بوحدك وما بكيتيش يا ولد الضو. جيتي وجا طول البلاد صافي كلشي غادي يولي ديالنا. هان خرجت وشفتو في القمر. ايه شفتو بهاد العوينات اللي غياكلهم الدود والتراب. صافي الايام غدا مزيان عرمونا في الساحه وقالوا لينا هزو عينيكم للسما. راه شفتي شوفي المنخار. لا شوفي الفيم وشفتو شويه وهما يقولوا حلوا ودنيكم مزيان وسمعوا. العيالات والرجال كلشي قطع الحس هما يبداو يخطبوا علينا. قالوا لنا بنادم ما يخدم ما يردم يبقى غير جالس في دارو ويتخلص من فلوس الشربون. غيجيبوا الخدامه من الخارج غيبنيو المعامل غيدشنو السكاول فين تقرا وتشد البلاصه مع المخزن. اييه ولدي حميد تولي تتعلمهم يدويو بالفرنساويه اولا تولي جدارمي. مالك حمان ولد حمو ولا جدارمي؟